مرحبا، أنا رسل. كيكة التفاح هذه وين ما أروح على التيك توك ألقاها، فقلت بقت علي لازم أسويها وأجربها وياكم وأشوف نتيجتها شنو. مكوناتها جدا بسيطة وطريقتها سهلة وسريعة، بس النتيجة طلعت كلش طيبة، طرية وجوسي من جوا. حقيقة كانت ما ينشبع من عندها. ندخل على المقادير. راح نحتاج 3 تفاحات قشرتها مثل ما تشوفون، وأنا أحب أقشر بإيدي، وبعدين نقصقصها شرايح رفيعة، وتقدرون تستعملون عرموط إذا حبيتوا. أكو هواية ناس ما يتقبلون الفواكه ويا الكيك، بس صدقوني هاي كلش طيبة طلعت، يعني تستحق إنه واحد يجربها. فمثل ما شفتوا قصقصتها شرايح كلش رفيعة. كمان 3 تفاحات راح نحتاج وياها 3 بيضات، نص كوب طحين، نص كوب سكر، 3 ملاعق زبد، ونص كوب حليب، وطبعا فانيلا وبيكنج باودر. شفتوا يعني المكونات جدا بسيطة وقليلة. فأول شي حنحطه هو البيض، ويا البيض أكيد طبعا نلحقه بفانيلا على مود نكسر الزفارة مال البيض. يشوفون الشرح اللي أنا أحكيه هواية، أنا ما أحب أسوي فيديوهات كلش سريعة بحيث ما حد يفتهم علي، أحب إنه يعني أنطي الشرح وافي. نحط فوق البيض نص كوب الشكر طبعا، وما ننسى الفانيلا، و3 ملاعق زبد، ووراها نخلطها خلطة زينة. نبدي نحط المكونات البقية. حطيت هسه الحليب، وانا ما كان عندي حليب عادي فحطيت حليب شوفان، وبعدين حطيت نص كوب الطحين، وهم نخلطه خلطة زينة، ووراها نحط التفاح، وما ننسى وراها نلحقها بخاشوقة كوب من بيكنج باودر. أعتقد ممكن تضيفون إضافات أخرى، يعني إذا حبيتوا شوية مكسرات ما بيها مشكلة. هنا أنا حطيت خاشوقة كوب من البيكنج باودر، ومن بعدها أجيب صينية الخبز وأحطها بيها. بهلا أثناء إحنا نكون محضرين الفرن على درجة حرارة 180. جبت بايركس صغير وبعدين دهنته بالزبد، وحطيت الخليط كلها بها، ودخلته بالفرن على درجة حرارة 180 مثل ما قلت لكم، وأخذت وياي تقريبا 40 دقيقة. شكلها النهائي حلو كلش ويشهي، بس هي من الداخل مو مثل باقي الكيك، راح يكون طري باعتبار انه بيها فواكه. واني حبيت هيجي اجتهاد من عندي انه اضيف شوية رشة شكر او سكر على الوجه، على مود بس ينطفد لون حلو. ومن وراها دخلتها على الفرن مثل ما قلت لكم، اخذت وياي 40 دقيقة، وهاي النتيجة. صدقوني طعمها كان كلش طيب، بس الله عليكم مو شكلها حلو. واعتقد اذا قدمناها ويا ايس كريم فانيلا راح تطلع كلش طيبة. تقدرون بكل سهولة تعتمدوها اذا عندكم قعدات او خضار، لانه صدق يعني تبيض وجه. ومثل ما قلت لكم قدموها ويا ايس كريم فانيلا وتطلع فشي فاخر من الاخر. ولا تنسون الفولو بالتيك توك وباليوتيوب. باي باي.